صباح الخير، ازيكم؟ في شوية مفاهيم غلط كده على شفط الدهون او على نحت الجسم، حابب اوضحها لكم. من ضمن المفاهيم الغلط دي، هو الشفط بيوجع ولا ما بيوجعش؟ لان انتوا بتسمعوا ناس كتير بتطلع يقول لك يا دكتور عملية الشفط عملية سهلة وبسيطة وبتخرجي تاني يوم ترجعي شغلك مفيش وجع. الكلام ده مش مظبوط يا جماعة. الشفط من العمليات اللي بتتعب وبتوجع وبتاخد فترة نقاهة طويلة وحسب كمية المنطقة المشفوطة. وعادة المرضى في المنطقة العربية كلهم علشان أوزانهم زيادة، فاحنا بنشفط كميات دهون كتير وبنشفط من كذا منطقة. هنا دخلنا في إنها بقت عملية كبيرة وفترة نقاهتها بتوصل ل3 أسابيع. المريضة أول 3 ل5 أيام هي دي أكتر فترة بتوجع فيها العملية، ودي الفترة اللي بنديها فيها حاجة اسمها PCA أو جهاز كده بيبقى راكب في الوريد بتاعها، بيديها مسكن قوي لمدة 3 ل5 أيام دي عشان يقلل الأوجاع اللي موجودة نتيجة للشفط. من اليوم الخامس لليوم العاشر الوجع ده بيقل بالتدريج لحد على اليوم العاشر تقريبا بيكون الوجع اللي هو بيضايق المريض ده اختفى تماما، لكن بيظل في بعض الأوجاع خصوصا مع اللمس، هتلمس المنطقة اللي مشفوطة هتبقى موجوعة. عشان الوجع يختفي تماما والتنميل اللي بيحصل والحكة اللي بتبقى في الجلد بعد عمليات الشفط، احنا بنتكلم تقريبا في حوالي 1.5 شهر. فدي معلومة مهمة لازم تبقوا فاهمينها. ما تصدقوش قصة ان الشفط ما بيوجعش، لا، الشفط بيوجع والشفط عملية كبيرة، ولازم المريض ليه يعرف المعلومات دي علشان ما تبقاش متخيل انها هتيجي تشفط ويومين 3 وتنزل شغلها. مش هيحصل الكلام ده. هتيجي تشفط وهتاخد بالها من البيت والاولاد الكلام ده مش هيحصل. انت هتتخدمي 4-5 ايام اسبوع انت وقدرة تحملك، على ما تنزلي شغلك بتاخدي اجازة على الاقل 10 ايام اسبوعين. الحاجات دي مهمة لازم تبقوا عارفينها قبل عملية الشفط او النحت. ويومكم سعيد.